الفيديوهين اللي فاتوا عملنا اوتلاين الوش بطريقة النسب وعملنا تظليل العين. الفيديو ده هنظلل المناخير بعد ما نراجع على الاوتلاين بتاعها. حاول كده الاول اتخيل شكل المناخير عامل ازاي بالظبط، واجي بالبرش الفحم طبعا اللي احنا متعودين عليها ديت، بحولها لاستيكة وبمسح بنفس برش وحاجات الزيادة، وبقلل الاوباسيتي بتاعت الحاجات كده عشان اشوف كويس. ابدأ اشوف الخط ده مكانه فين بالظبط، والخط ده هنا فيه مثلث اعمل الشكل ده، في حاجات هنا طالعة، الحتة دي غامقة، في مثلث تحت من هنا غامق، وافتح الخط ده من هنا ومن هنا. هكبر البرش شوية واخففها، واخد من جوه على غامق وبره على افتح، ومن بره غامق وجوه على افتح، من هنا غامق جوه فاتح، ومن هنا غامق وبره فاتح. استخدم البرش دي، هي انعم شوية، استخدم الاستيكة بتاعتها. اعمل الحاجات الفحم غامق خالص، الحتة دي في المناخير هي اللي غامقة والوش هو اللي فاتح. من هنا غامق وفوق على افتح، الحتة دي بقى اللي بره هو اللي غامق، المناخير هي اللي فاتحة. اعمل اللمعات بالبرش وانا محولاها استيكة، نقط، اعمل بقى اللمعات، احول لون البرش الابيض واعمل لمعات. ممكن اعمل نقط تدي ملامس. اول حاجه بعملها قبل ما ابدا اظلل ان انا بمسح الخطوط اللي انا رسمه بيها المناخير، عشان الخطوط لما بتبقى باينه الرسمه بيبقى شكلها مرسوم قوي، لكن لما الخطوط بتتمسح والتظليلات بس هي اللي بتتعمل الرسمه بيبقى شكلها حقيقي ورياليستيك. بعد كده ممكن اغمق الحاجات الاسود درجه واحده دول اللي هما دول ودي ودي. بعد كده ببدا بالفرشه بقى البرش الناعمه، اعمل هنا تظليلات غامق وجوه على افتح، وغامق وبره على افتح، ومن هنا برضو غامق وجوه على افتح، وغامق وبره على افتح، علشان المناخير تندمج مع الوش تبقى باينة كده مرة واحدة من هنا ومن هنا، وفي نفس الوقت تاخد البومبي ده من هنا. طبعا لو في ديتيلز هنا بزودها، من هنا غامق وهنا افتح، اشوف المثلثات، حتى الحتة دي اشوف فين الغامق وفين الفاتح، اغمق الحتة دي واسيب دي فاتحة، اغمق هنا واسيب دول فاتحين، واركز في التفاصيل جدا جدا. وطبعا اخر خطوة بنعملها هي ان انا بمسح، لو انا غمقت بخفف كده بالمسح، واخر حاجة بلمع بالقلم الفحم الابيض او بالبرش وانا عاملاها ابيض، بعمل لمعات هنا وهنا وفي الحتة اللي فيها اضاءة عالية. بس كده اكون خلصت. التابت اللي انا رسمت عليه الرسمة دي هو XP pen
وطبعا انا جايباه من ديجيتايزر قبل كده، والفيديو ده برضو سبونسرد باي ديجيتايزر. تقدروا تروحوا تجربوا كل انواع الجرافيك تابلتس عندهم في الفرع، وانا متأكدة ان انتوا مش هتبقوا عايزين تمشوا تاني من هناك. الحقيقة انا مش لاقي اي فرق بين ان انا ارسم على الورقة العادية بقلم الفحم، او ان انا ارسم على التابلت ده بالقلم العسول جدا دوت الخفيف جدا كمان. بالعكس عندي اوبشنات مش موجودة في الحقيقة، ويكفي ان ايديا مش مشلفطة فحم من كل مكان. هعمل لهم منشن فوق الفيديو ده عشان لو حابين تعرفوا تفاصيل اكتر. بس نختم بقى ونقول ان انت مش محتاج تكون رسام ديجيتال جامد قوي عشان تكون رسام ديجيتال جامد قوي.